بعملك يا حبيبي بدموع العين والله، مش عشان عينيا بتعيط بسبب تقطيعك، لا خالص خالص، لانك فعلا غالي علينا قوي قوي. 50 جنيه عرفتوا بعيط ليه؟ دموعي مش قادره تبطل يا جدعان والله. من ايام ما كنا بنقول 3 كيلو بصل ب 10 جنيه. طبعا بعد الكوبليه الترفيهي اللي انا عملته معاكم دوت يعني بنغير شويه كده في المقدمه. حبيت اعرفكم النهارده طريقه حلوه جدا للكشري، سريعه وسهله. طريقه الحله الواحده عملته معاكم قبل كده، وعملنا الطريقه الثانيه المعتاده اللي هي بكذا حله، بس حقيقي في الاخر النتيجه واحد، سهل جدا سريع جدا، ما خدش معايا وقت خالص، يعني اقل من ساعه كان كل حاجه خلصانه والله العظيم. خدي فكره لغدوه النهارده وعمليها في غدا بكره. كانت امي حبيبتي الله يرحمها كانت ترفض ان احنا نشتري من بره، وتقول لي بحب اكله من ايدك قوي. تعالوا بينا نشوف ايه الاخبار. اول حاجه احنا جبنا البصل طبعا مقطعاه شرايح او جوليان، ونزلت في زيت غزير سخن عشان احمره. خدت شويه كده بالزيت بتاعه علشان هعمل الرز والبصله بقى بتاعت الرز بقى. فخدت شويه من البصله دي. البصل بتاعي انا لا حطيت فيه دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، بيطلع ورد مقرمش زي الفل. هبتدي بقى احمره كده يا دوبك يدبل او ياخد لون اصفر خفيف. وجبت العدس الاسود اللي كنت نقعاه حوالي ساعه كده، خلاص عشان ما ياخدش معايا وقت. هبتدي اشوحه كده مع البصلايه والريحه تطلع كده جميله، واشوح بقى والدنيا تتقلب. وهبتدي انزل بشويه ميه، هسيبه يغلي شويه كده لغايه لما احس ان دخل في نص السوا، وبعدين هكمل بقيه خطواتي. الورد بتاعي او البصل بتاعي طلع معايا اهو ومقرمش ويهبل ولا نشا ولا اي حاجه يا جماعه. بعد ما العدس اخد معايا كام غلوه، اتكيت كده على الحبايه لقيتها بقت نص سوا او ازيد. هبتدي انزل بالرز بقى المصري اللي انا غسلاه، تمام. وهبتدي بقى اقلب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه. والله يا جماعه طعم جدا وسهل وسريع جدا، اسهل كتير من رصه الحلل اللي كنا بنعملها زمان. وكمان هجيب شويه مكرونه سباكيتي احطهم عليه، وما تستغربوش شويه كده مرمريه من الصغيره. وهكون بقى بحمر على الناحيه التانية الشعريه، تمام. طبعا ايدك تبقى في الشعريه الاول تخلصيها وتحمريها على ما العدس يستوي. احمرت معايا واخدت معايا لون ذهبي حلو كده. هاخدها بقى واروح نازله بيها فين؟ هنزل بيها على الكشري الجميل ده، وازود شويه ميه، تمام. واقلب بقى كده. مجرد ما المكرونه كده خلاص دقت الميه بتبتدي تطرى، هنزل بشويه ملح صغيرين، شويه كمون عشان تعرفين الكشري بيحب الكمون، وشويه بهارات كشري دي هتلاقيها موجوده عند العطار تديله تيست حلو قوي، خلاص. وشويه فلفل اسود، ولو هتحطي حبه كزبره ناشفه ماشي، مش هتحطي خلاص كده. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه. طبعا اللي على وش الميه دي يا جماعه مش حشره ولا حاجه عشان ما تتكلموش، ده بصلايه كده غمقت. انتوا عارفين احنا كنا عاملين بصل حمرناه، خلاص. هبتدي بقى اقلب يعني، واثناء التسويه كده اديله تقليبه كده، اشوف هيحتاج ميه تاني ولا لا. هو انا غطيت سطح الرز والمكرونه بميه، حسيت ان محتاج ميه تاني اديت له شويه ميه كمان، وخلاص مش هحتاج اي ميه تاني. واغطي عليه بقى لغايه لما يشرب الميه، اهدي عليه اهو. قلبته وزي الفل. لو في اللحظه دي حسيتي ان محتاج ميه حطي، ما حسيتيش خلاص، بس انا لقيته مظبوط وزي الفل. خلاص هنقله بقى على عين صغيره واوطي النار. تعالوا نعمل شويه صلصه حلوين. جبت معلقه سمنه حلوه بلدي كده، هنزل بمعلقه توم جميله، خلاص. وهتصفر معايا صفران خفيف، وهروح نازله طشاها بقى بمعلقه خل وانزل بعصير الطماطم. وانزلي بقى بشوية ملح وفلفل اسود وحبة سكر، ولو عندك بابريكا انزلي بيها، ولو بتحبي الشطة حطي شطة، وبألف هنا وشفا. وسيبيها تتسبك بقى خالص، وهنبقى نرجع لها تاني. كشري معايا اهو زي الفل. بديله تقليبة كده بعد ما عدى 10 دقايق وهو على نار هادية، عشان اطمن بقى ان حاجتي مستويه ولا لا. لو محتاج ميه تاني ولا حاجه ممكن ارشرش له شويه كده واسيبه يتردد على نار هاديه، خلي بالكم برضو، ماشي. لكن انا لقيته زي الفل ومش محتاجه. هوريكم، هنبقى نقرب الكاميرا كده عليه وتشوفوا الرزايه مستويه والمكرونه ومفلفله وكل حاجه زي الفل. هغطي عليه واسيبه كمان حبه. بعد ما سبته شويه بصوا بقى، بصوا العدسيه لونها فتح يعني، استوت خالص، بقت زبده. والمكرونه مفلفله، الاسباجيتي كان زمانها عجين، والمكرونه التانيه المرمريه. لا فكره جميله، مش هتخلي ست البيت تحتاس في الكشري تاني. كشري الحله الواحده ده كشري الانقاذ السريع. طبعا انا ما كانش عندي حمص الشام للاسف، ما عملتوش. فكنت حمص الشام لما بعمله باخد بقى من ميته، احط على ميه الدقه، احط على ميه الشطه، احط على الصلصه، بس ما فيش.
اللي انا بعمله ده دقه. جبت معلقه توم كبيره، حطيت عليها خل وحطيت عليها ميه وملح كله على البارد، وبعد كده فتحت النار وحطيت كمون وشويه شطه صغيرين او بابريكا، وعصوري بقى حوالي 3 أو 4 ليمونات كده، وادي تغلي بقى معاكي كام غلوه غلوتين كده وتقفلي عليها، ويكون كده الدقه بتاعتك زي الفل وجاهزه. الدقه يا جماعه مش بنشوح لها التوم على الني، يعني ممكن تكونوا لقيتوا البوتاجاز مفتوح، بس عشان انا حطيت كله على بعضه ني، الميه مع التوم مع الخل مع كله. صلصتي اهي زي الفل واتسبكت، هاخد منها كبشه صغيره كده على الدقه تديها طعم ولون حلو، وغليت معايا كام غليه كده وخلاص بقول لكم هنقفل عليها. خلاص ادي الدقه. لو عايزه تعملي الشطه، بس انا عشان طبعا بتتعب صدري بروح جايبه، هقولك على طريقتها، بس تعالوا نحمر شويه عيش كده شامي حلوين عشان نعمل بقى زي ايه، اعوضهم عن الحمص الشامي اللي انا ما عملتوش. نعمل زي المحلات. الشطه بقى طريقتها، بتجيبي معلقه زيت تحطيها على النار تسخن، وتروحي نازله عليها شطه، وتكوني لابسه بقى كمامه ولا حاجه رابطه بقك بشرب، وتنزلي بالشطه وتقلبي، وبعديها تروحي نازله بشويه ميه وخل، ويبقى الشطه كده بس هتكح كتير، خلي بالك. خلاص كده، وتبقى دي الشطه بقى، وبألف هنا وشفا. بصوا بقى العيش الجميل اللي هي بالمقرمش ده، نزلت عليه ببهارات بطاطس بتبقى بالاطعمه او اي بهارات عندك، وقلبت بقى تقليبه حلوه وشويه ملح صغيرين. وادي الورد بتاعي بصوا بقى مخروش وجميل، نزلت عليه بشويه ملح وفلفل اسود عشان يتحيق ويبقى طعمه حلو معايا، ما يبقاش دلع وماسخ. ادي الكشري بتاعي زي الفل اهو. حد بقى يغرف الكشري كده، انا صممت ان انا اغرفه كده ادلقه كده، ما اعملوش بالمعلقه عشان تشوفوا الفلفله، ما حدش يقول معجن. كشري الحله الواحده اختراع يا كوتش، يسلم اللي اخترعه، مش انا طبعا، بس لازم ادعي للي اخترعه. حطيت العيش، نزلت بالرز وحطيت العيش المحمص حواليه كده، اكننا بقى في الزعيم بقى ولا في حنفي ولا فين. وهننزل بقى بشويه صلصه كده، الجرنشه دي بقى انتوا اساتذه فيها، كل واحد على حسب ذوقه. ونزلت بالورد او التقليه البصل كده على الوش، وادي الدقه بتاعتي، وادي الصلصه، وطبعا لو في شطه كنت هتحطي، كان طبعا الطبق ده كان ناقصه حمص شام، بس يلا انا دلعتهم بالعيش ده بداله، قعدوا يقرمشوه عجبهم قوي قوي. يلا بقى اعمليها، وما تنسيش تحطي لي بقى كومنت حلو زي قلبك لو عجبتك الوصفه دي وعجبك شكل الرز في الحله الواحده، احنا عملناه مع بعض قبل كده. وما تنسيش تدعي لاخواننا ربنا ينصرهم ويحفظهم ويثبت اقدامهم ويمدهم بمدد من عنده، ولا يرينا فيهم سوء ابدا، ويغفر لنا جميعا. واترككم في رعايه الله، واقول لكم انا بحبكم كتير في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى واغلى اخوات ليا.